السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم عن موضوع مهم جدا. كلنا بنعاني منه، أو مش كلنا، يعني مستخدمين الويندوز خصوصا. وإحنا بنديفلوب على لارافيل بروجكت. وفي ناس يعني بتنتقل من الويندوز لاوبونتو عشان خاطر الموضوع ده او بسبب الموضوع ده. فانا وجدت حل ان شاء الله يكون حل فعلا فارق، وهتحس فعلا ان انت كنت في حته وبقيت في حته تانية خالص بعد ما تطبقه. طيب الموضوع هو الكومبوزر مع الويندوز. احنا طبعا عشان نرن الكومبوزر مع الويندوز طبعا بيختلف على حجم اللارافيل بروجكت عندك. انت مستخدم باكجز قد ايه، الديبندنسيز بيكون برضو معتمد عليها. فكل ما كانت الباكجز المستخدمه في البروجكت كانت كتيره، كل ما كان الكومبوزر انستول او الابديت خد وقت اطول. طيب اللي قدامنا ده مثال. طبعا انا ويندوز، الجهاز بتاعي كور اي 7 جيل 12، الرامات 32 جيجا، يعني الجهاز ما فيهوش غلطه. طبعا الهارد اس اس دي، فالجهاز قوي ما فيهوش اي مشاكل. تمام. ولكن المشاكل هنقول هتيجي منين وهنحلها ازاي. طبعا انا ده مثال انا طبقته قبل الفيديو عشان ما اطولش وقت الفيديو على الفاضي، وحسبت من اول ما رنيت الكمبيوتر انستول لحد ما وقف معايا. طلع بالظبط 12 دقيقه و28 ثانيه، يعني تقريبا 12 دقيقه. تمام. فطبعا عشان 12 دقيقه دي، عشان انتظر 12 دقيقه لحد ما الكومبوزر، لحد ما انزل باكج جديده او لحد ما اعمل ابديت او انستول، طبعا يعني الموضوع مش منطقي خالص. بينما لو رحت على سيرفر اوبونتو او سيرفر لينكس، بتعمل كومبوزر انستول في دقيقه، بيكون كل حاجه خلصانه. طيب المشكله فين في الويندوز هنا؟ المشكله بالظبط في الديفندر بتاع الويندوز. ليه ده بيحصل؟ الويندوز في الويندوز سكيورتي، الديفندر لما بيشتغل بيروح يتشيك على ملفات الفيندور. لما تشيك على ملفات الفيندور طبعا احنا زي ما عارفين ملفات كبيره صغيره، يعني كلها ملفات صغيره 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 وكتير جدا. فبيقعد يتشيك على كل واحد فيهم عشان لو في فيروس او اي حاجه. فالمطلوب مننا ان احنا نوقف آه نوقف الديفندر عن عن الفيندور. تمام. طيب احنا هنخش هنا كده، هنخش على مانج سيتنج. تمام. هنعمل على اد او ريموف اكسكلوجنز. تمام. طبعا انت بقى يعني هتعمل اكسكلوجن هنا للفولدر اللي انت عايز الديفندر ما يبصش عليه، او يعني يعمل له اجنور. طيب انا هختار فولدر. طبعا انت فينك تختار بروجكت كامل، يعني ممكن تختار اي بروجكت انت حابه، بس انا عشان اريح دماغي من القصه دي كل شويه اعمل بروجكت، انا حطيته على الملف اللاراجون عندي كامل. طبعا لو انت بتستخدم ذنب ممكن تحطه على الذنب، الهيرد انت تستخدم هيرد ممكن تحطه على السايتس، يعني ايا يكن الكونسبت واحد. فانا هعمل اجنور للفايل ده من الديفندر. تمام. انا كده عملت له اجنور فعلا ونزل لي اهو. طيب دلوقتي انا هصفر التايمر بتاعي واروح اعمل ار ام ار اف، نفس اللي عملته اول مره هعمله تاني مره. تمام. كده انا رحت مسحت الفيندور، مسحت الكومبوزر لوك، مسحه. تمام. طيب هعمل كومبوزر انستول واشغل التايمر سريعا. زي ما احنا شايفين كده، احنا لسه ما تخطناش الدقيقه.
خلص، الكومبوزر انستول خلص. واو يعني في فرق شاسع. انا اخدت تقريبا دقيقه و8 ثواني، يعني تقريبا دقيقه يعني من 12 دقيقه و28 ثانيه لدقيقه و8 ثواني. طبعا ما يعني مش اكيد ما فيش وجه مقارنه ما بين الاثنين. طيب خليني اروح على بروجكت تاني. ماشي، اجهز بس امر امر الحذف بتاع الفيندور والكومبوزر. كومبوزر لوك، تمام. عايز بس اصفر التايمر ده. هروح هنا، ده مشروع تاني، تمام. نفس الكلام برضو، هقول له كومبوزر انستول. طبعا انا مجرب على مشروعين عشان نشوف هل فعلا الموضوع بجد ولا اشتغال. طيب طبعا هقول له كومبوزر انستول هنا، واقوم كومبوزر انستول. ماشي، قوم سريعا شغل تايمر. شايف سين السرعه قد إيه عامله ازاي. طبعا البروجكت ده مش مستخدم فيه باكجز زي المشروع الاولاني، ولكن برضه هو نفس الكونسبت. يعني على فكره الفرق بينهم يعني فرق 5 باكجات تقريبا ده عن التاني. انا فعلا لما عرفت الحل ده انا والله يعني آه كنت هصع يعني يعني بحس ان انا هيحصل لي حاجه يعني لما عرفت الحل ده فعلا وجربته. بس خلصت، خدت تقريبا 50 ثانيه. ففعلا يعني انا يعني مش عارف يعني مش قادر اعبر عن معاناتي مع الموضوع ده. انا والله كنت ساعات بسيب الكومبوزر يشتغل، واروح مثلا اكل لي اي حاجه او اروح اشرب اروح اعمل اي حاجه بحيث ان لحد ما يخلص. مش عارف اكمل الشغل لحد ما الكومبوزر يخلص. فبعد ما كان بياخد 12 ثانيه بياخد دقيقه، لا فالموضوع فعلا يستحق التجربه. طبعا هو الحل ده مش نص يعني مش مور سكيور، لان الديفندر طبعا بيسكان الفايلز دي. ولكن اصلا انت لو شاكك في باكج اللي هي فيها مشاكل اصلا، المفروض اصلا مش هتنزلها على البروجكت بتاعك، تمام. فانا الصراحه افضل ان انا اوقف السكان ده او السكيورتي دي عن البروجكت وانجز نفسي. فده كان حل، واتمنى ان شاء الله ان يكون فعلا استفدتوا بالفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.